السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم غنحضر معكم بطبوط معمر اللي كيجي صراحة رائع، نتمنى انه يعجبكم. عندي 250 غرام سميد دقيقة او دقيق الفينو، كيلو دقيق ابيض، ضفت ليه معلقة كبيرة خميرة الخبز، القليل من الملح، القليل من زيت الزيتون. نعجنو بالماء الدافئ، نجمعو العجين شوية بشوية وحنا كنضيفو الماء. نستمروا بهذه الطريقه حتى كنحصلوا على قوام يكون رطب. الا كنتي اول مره كتشاهد القناه ديالي، اعمل لايك واشتراك وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. لاحظوا القوام ديال العجين من بعد ما تجمعات، هذا هو القوام ديالها. غنوضعوها على سطح العمل وندلكوها شويه بهذه الطريقه. من بعد غنجمعها وندهنها بالقليل من الزيت ونوضعها في اناء ونغطيها بالسلوفان ونخليها تختمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها. انا عندي 750 غرام من لحم الديك الرومي اللي قطعته قطع متوسطه اللي غنضيف ليها التوابل. عندي زنجبيل، خرقوم او كركم، قزبر يابس، كمون، فلفل اسود وتحميره او فلفل احمر اللي غنضيف ليهم عصير نصف حامضه. ما غنضيفوش الزيت. غادي نمزجوا المكونات حتى كينسجموا مع بعضهم قطع اللحم بهذه الطريقه. صافي غنوضعوه جانبا حتى كيشرب لنا التوابل. هنا العجين بعد ما اختمر كنزولوا الهواء منه بهذه الطريقه، كنوضعوه على سطح العمل نشكلوه هكذا ونقطعوا العجين تقريبا 4 أجزاء. ناخذ كل جزء اولا رشوا الدقيق الفينو او السميد الرقيق ونشكلوها ككويرات. ناخذ واحد الكويره اللي غنقسموها على 3 أجزاء. ناخذ كل جزء نشكلوه كويره صغيره كيف ما كتلاحظوا. نشكلهم ب3 بهذه الطريقه. انا خديت واحده اللي غنبسطها. ناخذ المدلك نبسطو حتى نحصلوا على سمك يكون متوسط وحنا كنرشوا الدقيق. من بعد ما بسطنا العجين كناخذوا قطاعه على شكل دائري كنقطعوا العجين. من بعد ما قطعنا غناخذوا القطع ديالنا او الدوائر ونوضعوهم في منديل ونغطيهم بمنديل اخر. ناخذوا دوك الجزء الصغير او الكويره الصغيره اللي غنبسطوها حتى هي بهذه الطريقه بالمدلك سمك متوسط، وناخذ قطاعه نقطعوها 4 أجزاء على شكل مثلثات.
مصفنا واحدة أخرى اللي غنقطع عليها الجوانب باش نحصلوا على شكل مستطيل. نزولوا الجوانب اللي غنحتفظوا بهم تنشكلهم. هنا قطعت على شكل طولي باش نحصل على مستطيلات او مربعات، يعني لكم الاختيار. ونضعهم كذلك في منديل، نغطيهم منديل اخر. مباشرة غندوزو للطهي. هنا مقلاة ساخنة غادي ندوزو للطهي، ما نخليهمش يختمروا بزاف. الا اختمر بزاف ما كينتفخش. مباشرة نساليو، غير نساليو نطيبوهم مباشرة. هنا قبل ما يدهروا الفقاعات كنقلب. كنستمر في القلب حتى كينتفخوا. لاحظوا راه كينتفخ، كيجي ناجح، كيجي خاوي من الداخل منفوخ. فكنستمر حتى ياخذوا اللون الذهبي. هذا هو الشكل ديالهم بعد الطهي. ما شاء الله راه كيجي ناجح ومنفوخ ورطب. نستمروا في الطهي حتى نكملوا البطوط ديالنا كامل بنفس الطريقه. خديت هنا بصله كبيره اللي قطعتها، ضفت ليها الملح، كذلك ضفت القليل من الفلفل الاسود او الابزار، القليل من زيت الزيتون. نضيفوا قطع اللحم اللي شرملنا قبل، فصين من الثوم، القليل من القزبور والمعدنوس. نخلطوا الكل حتى كيندمجوا مع بعضهم. هنا نوضع الغطاء ونتركه يطيب على نار مهيله. هنا من بعد ما زولت الغطاء لاحظوا البصله لقات الماء. صافي كنزول الغطاء وكنخلي الحشوه تنشف. من بعد ما نشفت الحشوه كيف ما كتشاهدوا غادي نطفي النار. انا خديت 3 حبات بطاطس قطعتهم على شكل طولي اللي وضعتها على النار. غير طلع الغليه، غير تبدا تغلي ونطفي ونصفيها. وضعت ليها الملح، القركم، الزيت، وضعتها تحمر كما كتلاحظوا. انا غنضيفوا على الحشوه ديالنا زيتون مقطع، نخلطوه مع بعضياتهم. غناخذوا البطبوط وغنفتحوه بسكين اولا مقص اللي متوفر عندكم. وما شاء الله ناجح. نفتحوا البطبوط ديالنا كامل بهذه الطريقه. الشكل الاخر اللي حضرت معكم لاحظوا هو كذلك. بالنسبه للحشوه ديالنا الفريت، هنا لاصوص طوماط راه موجوده في القناه اللي بغاها. فقط ضفت لها غير القليل من الملح والابزار وزيت الزيتون وسخنتها شويه. هنا غناخذ البطبوط ديالي غنعمرو معكم. غنوضع لاصوص طوماط هي الاولى، الفريت كذلك، ونضيف الحشوه.
صراحه يجربوهم راه ما تندموش، راه كيجيو روعه، كيجي لذيذ بزاف. هذا هو الشكل ديالو. نعمر الشكل الاخر، الشكل المثلث بنفس الطريقه، ندعو لاصوص الطوماطيه الاولى. اللي عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلي لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد، وشي كومونتير زوين. الله يجازيكم بخير. انا غنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل البطبوط اللي عندي كله. الشكل الاخر اللي غنعمره بنفس الطريقه. بالنسبه لهذا الشكل انا صغرته شويه، ممكن انكم تكبروه الا بغيتو، ولكن صراحه كيجي الشكل ديالو زوين. البطبوط ديالنا جاهز، صراحه كيجي روعه شكلا ومذاقا، ما تشبعوش منه. اتمنى انه يعجبكم يا ربي. هذا هو شكلهم النهائي. هذه هي الكميه اللي عمرت بالحشوه اللي حضرت معكم. هذا هو الشكل ديالهم. الى اللقاء، الى فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسونيش بالاشتراك.